اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى على الرسول. ويلا نشوف الفيديو بتاعنا. هعمل معاكم روتين كده من بيت أمي. قالت لي أمي اعملي لي صينية رز معمر. قلت لها من عينيا. زي ما انتوا شايفين كده هو التصوير بسيط كده من عند أمي. بقى شجعوني كده بلايك حلو. المهم أنا معايا كيلو من الرز، حطيت عليهم كيلو ونص من الحليب. بس أنا بحط على كيلو الرز بحط كيلو وربع من الحليب، ومعايا 200 جرام من السمنة البلدي اللي هي الزبدة البلدي، يعني بتكون حلوة قوي مع الزبدة البلدي، وكوبايتين من السكر، والسكر ده حسب الرغبة. وبحب احط كيلو وربع من الحليب وعليهم كوباية مية، علشان خاطر كوباية المية بتفلفل معايا الرزاية كده وبتديها شكل حلو. وكمان بحط بتاع معلقة زيت كده زي ما انتوا شايفين، يكون نوع نضيف علشان خاطر ما يديش غضة معايا للرز. تمام، يعني الكيلو الرز بياخد معايا كيلو ونص من الحليب. انا بحط كيلو وربع حليب، وبحط الكوباية الربع كيلو يعني بحطه مية علشان خاطر يفلفل معايا الرزاية كده. وكمان غسله الرز بتاعي ومصفياه. ممكن كمان ان انت تنقعي الرز بتاعك في الحليب قبل ما تدخليه الفرن لمدة ساعة. في ناس بتحب الرز يكون مستوية، والرز المعمر كده يكون الرز كده يعني مش بايش اللي هو ايه طري قوي بزيادة. بس انا بحبه مفلفل، عشان كده بحط عليه معلقة الزيت، وكمان بحط كوباية المية. المية عامة بتفلفل الحاجة كده. تاني حاجة حطيت ذرة من الملح، ولو عندك باكت فانيليا كمان بيديله طعم حلو قوي. وممكن تحطي في قلبيه شوية جوز الهند، يا سلام بيبقى تحفة. وكمان شوية ذرة بقى، وعملنا جو جميل قوي كده. وسبته على النار شوية صغيرين كده، وبعد كده بحطه تحت الشواية الأول قبل ما الرز يشرب اللبن والسمنة، علشان يعمل لي وش حلو كده. وبعد كده بحطه في الفرن من تحت لما يستوي. بقى معايا بالشكل ده ما شاء الله، كان طعمه تحفة، كان شكله حلو جدا. لايك واشتراك بقى للفيديو لو عجبكم، وشجعوني كده بكومنت حلو.